نعمل ايه بقى عشان نبدأ السنة حلو؟ خلينا متفقين ان في حاجات بره سيطرتنا تماما ليها علاقه بالاحداث اللي بتحصل لنا على مستوى العالم وعلى مستوى الدوله وعلى المستوى الشخصي، لكن في جزء كبير برضو تحت سيطرتنا ليه علاقه بالعادات اللي احنا هنمشي عليها، بالتغيرات اللي هتحصل في شخصيتنا، بالافكار الجديده اللي احنا هنكتسبها، بالاهداف اللي احنا هنحققها وكل الكلام ده. الفيديو ده انا عايزه اركز في الحاجات اللي تحت سيطرتنا عشان نعمل اللي علينا، نحاول نخلي السنه دي ان شاء الله سنه حلوه. اول حاجه احنا عايزين نعمل ايه السنه دي؟ اساسا محتاجين نكتب اهدافنا، بس في كام حاجه كده عايزه اقولها في موضوع الاهداف ده قبل ما تكتبوها. مبدئيا كلنا لازم يكون عندنا 3 اهداف: هدف ليه علاقه بصحتنا الجسديه، بصحتنا النفسيه والعقليه، وهدف ليه علاقه بصحتنا الروحانيه. يعني احسن كيس سيناريو هو ان احنا على اخر السنه نكون صحتنا كويسه وتكون احسن ونكون اقوى، وان صحتنا النفسيه تكون كويسه ومستقره وجميله، ويكون عقلنا فيه افكار جديده وتطورنا جامد، وعلى المستوى الروحاني نكون عندنا كده سلام داخلي جميل. كل واحد فينا بقى يعني كل هدف من دول بيمثل له حاجه معينه، او عنده حاجات معينه من وجهه نظره ومن ظروفه وحياته محتاج يحققها عشان يوصل للتطور في كل سكه من السكك دول. فده كده مبدئيا. طب نيجي نكتب بقى الاهداف اللي تغطي ال3 حاجات دول. اول حاجه يا ريت ناخد بالنا ان الاهداف اللي احنا بنكتبها دي اهدافنا مش اهداف حد تاني لينا. يعني ساعات من كتر الضغط بتاع الناس اللي حوالينا، سواء صحابنا او سواء حتى عيلتنا او حد معانا في الشغل او مديرنا، بنبقى دايما ماشيين بحته انه انا المفروض السنه دي اعمل كذا، او انا الصح ان انا المفروض احقق ده، او فلان قال ان انا لازم يكون كذا. لا، ستوب، هدي الدوشه كده اللي في دماغك. هل انت فعلا عايز تعمل ده؟ هل دي فعلا كانت من اولوياتك السنه دي، ولا دي ممكن تتاجل سنه؟ تاني حاجه واحنا بنكتب الاهداف نتاكد هل دي اهدافنا احنا ولا اهداف حد تاني واحنا بنقلده غصب عننا. ساعات بنشوف حد مثلا عمل ماجستير فنحس ايه ده، انا كمان محتاجه اعمل ماجستير، فنحطها في الليسته بتاعت الاهداف اللي عايزين نحققها. ملناش دعوه بحد، نركز في احنا عايزين ايه، عايزين نوصل لايه، اهدافنا احنا مش اهداف حد تاني. طب خلاص انا عرفت انا عايزه ايه واتاكدت ان دي اهدافي مش اهداف حد تاني وتمام. نكتب الاهداف ازاي بقى؟ اتكلمت قبل كده عن حاجه اسمها input goals و output goals، او اهداف الادخال واهداف الاخراج. لو انا عندي هدف، الهدف ممكن يحصل في اخر السنه او بعد 3 سنين او بعد 5 سنين 10 سنين 20 سنه، فده النهايه، ده اللي انا عايزه اوصل له في الاخر، ده اسمه هدف الاخراج. عشان اوصل لده محتاجه اكسره لاهداف صغيره عشان يكون في حاجه تحت سيطرتي اقدر اعملها واوصل بجد للهدف الكبير ده. عايزه انجح او عايزه اتخرج بعد 4 سنين بمجموع معين، اكتب كده هدف الادخال بتاعي السنه دي ان انا اذاكر ساعه كل يوم. دي حاجه اقدر اواظب عليها، اقدر ان انا احاسب عليها نفسي، اقدر ان انا اتاكد ان انا بشطبها كل يوم كده. ممكن يكون بقى الهدف ليه علاقه بانك تكتر من دخلك، انك تسافر بلد معينه او تلف العالم، انك تشتري بيت جديد. يعني اي حاجه عايز تعملها في الاخر عشان توصل لها لازم توصل لحاجات صغيره قبلها. اخر حاجه بقى هتكلم عليها في موضوع الاهداف ده ليها علاقه يعني مع ان انا لسه قايله لكم تاخدوا بالكم ان انتوا ما تقلدوش حد، بس هو فعلا ممكن يحصل انه انتوا بتكتبوا هدف تلاقوا الهدف ده حد تاني حققه او حد تاني عنده نفس الهدف، فساعات غصب عننا كده بيبقى عندنا شعور سلبي تجاه الشخص ده، بنقعد نفكر اشمعنى هي حققت الهدف ده، او مش معقوله هو حقق الهدف ده قبلي، او اكيد هو يعرف حد فساعده يعمل كذا، انا مش عندي نفس الحظ، او اي كلام بقى، اي كلام. بنقعد نقول اي كلام ونحكم على الناس لمجرد شعور بالغيره تجاه شخص حقق هدف احنا بجد عندنا نفس الهدف ده. طب انا بقى عايزاكم السنه دي تحولوا كل المشاعر السلبيه دي لحاجه ايجابيه جدا، وهي طلب المساعده. روحوا للشخص ده اسالوه حققت هدفك ازاي. لو واحده صاحبتنا نروح نتكلم معاها نقول لها ساعدينا عندنا مشكله فلانيه، طب انا لو عايزه اوصل لده اعمل ايه، بدل ما يكون عندي شعور بالغيره تجاه واحده صاحبتي او واحده اعرفها، بالعكس ممكن اقوي صداقتنا واتعلم منها وتساعدني ونشجع وندعم بعض. وممكن يكون شخص ما اعرفوش اصلا، بس احنا عايشين في عالم السوشيال ميديا، تقدر توصل لاي حد عن طريق مسج، عن طريق ايميل، عن طريق انك تفتح اونلاين وتلاقي معلومات عنه، فتفهم الشخص ده وصل ازاي للهدف ده، ويساعدك ده في ان انت كمان تحقق نفس الهدف او توصل له او تحل شويه مشاكل واجهتك تكون واجهه نفس الشخص ده. انا كده خلصت كلام في حته الاهداف، بس انا عايزه بقى يعني بعد اذنكم اطلب منكم تزودوا حاجتين على لستة الاهداف بتاعتكم دي. اول حاجه يكون عندكم هوايه، لو انتوا اصلا ما كانش عندكم هوايه. يعني خليني الاول اعرفكم معنى هوايه اللي انا قصدي عليه. هوايه دي يعني حاجه بتعملوها بشكل مواظب بدون اي هدف. يعني انتوا في ساعه في الاسبوع مثلا تقعد ترسم،
تقعد تلعب مزيكا، تلعب رياضه معينه، تتعلم رقصه معينه، او اي حاجه تكون هدفها الوحيد ان انت تكون مبسوط وانت بتعملها. الموضوع ده فرق معايا جدا السنه دي. انا طول عمري بحب المزيكا، بحب اغني، بس خدت الموضوع بطريقه جديه جدا، وهي ان انا بقيت بنزل كل اسبوع مع ناس بنريهرس في استوديو، او يعني في مكان كل واحد، حد بيلعب درامز، حد بيلعب جيتار، حد بيلعب بيانو، وانا بغني. وكمان زودت على ده كمان ان انا بقيت باخد دروس ان انا اتعلم جيتار عشان العب جيتار وانا بغني كمان. دي ساعه في الاسبوع ملهاش اي هدف، مفيش اي مستقبل للساعه دي غير ان انا كلنا اكشلي بنروح ننبسط ساعه، ننسى الحياه بمشاكلها بكل حاجه، ونرجع نروح البيت والموضوع خلص. الاسبوع اللي جاي هشوفكم وهنعمل نفس الحاجه. الموضوع ده يا جماعه فرق معايا قوي في نفسيتي وفي شخصيتي وفي كل حاجه. ولما جيت قريت اكتشفت انه علميا فعلا اثبت ان الناس اللي عندها هوايه اقل عرضه بكتير قوي قوي ان هم مثلا يحصل لهم اكتئاب او ستريس. وكمان في فوائد كتير قوي، زي مثلا ان حضرتك انت بتجبر نفسك ان في الساعه دي مخك هياخد بريك، مهما كانت مشاكلك مركز في حاجه تانية. بعد البريك دي مخك هيكون ارتاح شويه، وهيساعدك انك تاخد قرارات احسن، او تعرف تحل مشاكل، او تعرف تتعامل مع المشاكل بطريقه اهدى. غير كده لما يكون عندك حاجه كل اسبوع او كل يوم حسب نوع الهوايه، يعني انت مستنيها عشان تحصل، ومستنيها وعارف انها لما تحصل هتخليك مبسوط وفي مود كويس قوي، ده بيخليك بتبص على حياتك كلها من منظور مختلف تماما. لو انت حياتك فاضيه، او بتلف حوالين الشغل، او بتلف حوالين صحاب معينين، او بتلف حوالين اي حاجه معينه، هتزهق. ولما تزهق هتبدأ تركز في المشاكل وتكبرها، تركز مع الناس اللي بتشوفهم كل يوم، وتبدأ يبقى فيه ستريس وتوتر في العلاقة ما بينكم. لكن لو انت حياتك مليانة بحاجة انت مستنيها تحصل كل مرة، الدنيا بتبقى اهدى، وبتحس ان الحياة ألطف بكتير، والمشاكل بتديها حجمها الطبيعي، وكل حاجة بتمشي احسن بصراحة. اخر حاجة كمان، ان انتوا لو انتوا الهواية دي نوعها حاجة بتقابلوا فيها ناس، بتتعرفوا فيها على ناس جديدة، مثلا بتعملوا صحاب، فهو يعني مفيش احسن من انت تصاحب على ناس بيشاركوك نفس الشغف او نفس الهوايه او الاهتمام، فدي بتبقى حاجه جميله جدا. اخر حاجه بقى عايزه اقولها، لو ما كانتش الهوايه بتاعتكم اصلا القرايه، زودوا القرايه برضو على لسته الحاجات اللي انتوا عايزين تعملوها السنه دي. بتوسع الافق. ساعات كتير بنبقى حاسين ان الحياه بتلف حوالين مشاكلنا احنا بس، او بتلف حوالين الظروف اللي احنا بنمر بيها وبس. لكن لما نيجي نقرا عن ناس تانية، عن قصص تانية، عن رحلات اخرى ناس بتمر بيها، بيبقى عندنا تفهم للدنيا اكتر. غير كده ان القرايه بتوسع الخيال بتاعنا جامد، فده بيخلينا كرييتيف اكتر. فاجان بنرجع في شغلنا او في مشاكلنا او في اي حاجه بيكون عندنا قدره ان احنا نحل المشاكل بطريقه كرييتيف اكتر. في حاجه تانية عايزه اقولها؟ يعني لو في حاجه هبقى اقولها لكم في فيديو تاني، بس اعتقد لو عملنا الحاجات دي واحنا بنبدا السنه ان شاء الله تبقى سنه جميله جدا. كل سنه وانتم طيبين، باي.